وبشكل يعني بيني وبينه. كان يقول اسأل، يقول يلا الآن روح اسأل، يقول روح اسأل مثلا الشيخ، أنا كنت أدري من يذهب إلى النمر، يقول روح اسأله ليش يتزاوجون الصحابة مع القرابة، يعني الصحابة ليش يتزاوجون دام أنهم يكرهون بعض، ليش يتزاوجون؟ أروح عند الشيخ حسن، أروح عند الشيخ النمر يقول لي أساسا كانوا مجبورين. طيب أنا لما أسمع كانوا مجبورين، طيب ليش مجبورين؟ يعني شو اللي بيجبر ذو الفقار، شو اللي بيجبر حيدرة يعني القوي اللي عندنا حيدرة اللي هو عنده القدرة الإلهية. عندنا احنا يعني عندنا كشيعة ان حيدر اللي هو الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عنده قدرة إلهية، وعنده قدرة إلهية تتعدى قدرات النبي، تتعدى قدرات النبي، وأنا مستعد أتكلم فيه مع الشيعي. قدرات الإمام علي تتعدى قدرات النبي في المقدرات الإلهية، تتعدى قدرات النبي. فأنا لما أجي أسأل وأتكلم يعني شنو القدرة الإلهية اللي بتخلي إمامي جبان ما بتخليه يتكلم؟ يعني أنا في سؤال هز كياني بصراحة، يعني بجد يعني سؤال هز كياني. هذا على ما أعتقد سألني إياه اللي هو استاذنا في التربية الإسلامية، أستاذ التوحيد. قال لي تعال انت تسأل، انا بسألك سؤال وخل شيخك نمر يجاوبني على السؤال. قلت طيب يلا شنو هو سؤالك؟ قال سؤالي قول اسألني النمر يعني بعد ما وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، بعد وفاة الرسول أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، ما ادري هو صحابي لكن انا لاني ما عندي خلفية كبيرة عن الصحابة. نعم ابو عبيدة بن الجراح، هؤلاء الثلاثة استطاعوا ان يقلبوا الحكم على 120 ألف صحابي. يعني عدد الصحابة اللي أنا عرفتهم عند أهل السنة 120 ألف. هؤلاء الثلاثة فقط استطاعوا أن يخونوا الرسالة وأن يسيرون 120 ألف صحابي تحت إمرتهم. يعني ما أدري، يعني أنا يوم رحت سألت السؤال هذا إلى النمر عصب عليه وطردني من البيت. قال لي اطلع أنت أساسا جايب بأفكار إرهابية، بأفكار سيئة، وكان سوالي مشكلة مع والدي. طبعا أنا ما أدري، أنا أتكلم الآن ليس لأني أول مرة أتكلم أو مرة أعرف، أنا صار لي سنتين وأنا إلى الآن أعيش في منطقة القطيف، مدينة القطيف، ولا أحد يعرف عن نشاطاتي ولا أحد يتكلم. أما بخصوص النشاط السياسي يعني إحنا الآن في كشباب شيعة الشيخ حسن الصفار قاعد يجندهم أساسا، في تجديد أساسا صاير لشباب الشيعة أساسا بحكم إن شوكة الشيعة قويت خلال هذه الأيام، خاصة بعد مقتل صدام حسين، وخاصة بعد انهيار حكم صدام حسين. ما يهمني ذكره الآن. إذا كان موجود أي شيعي أو أي إمام شيعي، أنا أتكلم بحكم أني شيعي، لست بحكم أني سني ولست بحكم أني أي مذاهب الثانية. أنا بس أسأل يا شيوخنا، يا شيوخ الشيعة، يا سادتنا، يا موالينا، مثل ما تحبون نقول لكم يا مولاي، يا مولاي. هذا العبارة المفضلة عند سادتنا، يا مولاي يا سيدي. أنا عندي أسئلة أريد إنك تجاوبني عليها، إذا ممكن إنك تجاوبني عليها علشان أنا أقتنع باللي أنا فيه. لكن مسألة إني أروح إلى 4 شيوخ ومنهم الشيخ حسن الخويلدي اللي كان بياخذ مرجع، كان سيعطى مرجعية للسعودية ولكن رفضها بعدين، إن ما يستطيع أن يجاوبني على عدة أسئلة، وبعد هذا يتهمني بأني أنا عندي أفكار وهابية، ويتهم بأني أنا متصل، ويتهموني بعد كل هذا أني أنا جاسوس. يعني أنا بصراحة أستغرب، يعني بصراحة أنا أستغرب. أنا بصراحة أذكر هذه القصص وأنا أساسا استدعيت من شخص من القطيف وهو يحاول أنه يأخذ رقم جوالي ويحاول أنه يعني يعرف هويتي، لكن أنا يعني أخذت نصيحة من واحد على ما أعتقد عندكم بالروم، هذا اسمه أبو سليمان. أخذت من عنده نصيحة، قال لا تعطي رقمك ولا أبدا لأي شخص مهما كان وإن لم يكن، حتى وإن كان سني لا تعطي. فأنا بس هذه أسئلتي خاصة وإن هناك في بعض الشباب في كثير، أنا مستعد أضملكم، أنا مستعد أجيب لكم 10 20 إلى 30 شخص من الشيعة، من شباب الشيعة عندهم تساؤلات كثيرة لكن ما يستطيع أن يسأل. والبيئة اللي حول المحيطة فيه غير مساعدة، يعني البيئة اللي احنا حوالينا في البيئة في القطيف ترى غير مساعدة. احنا في القطيف مجتمع منغلق،
لا يسمح لك بأنك تتصل مع مع أي أفراد من المجتمع الآخر. يعني إحنا كنا إذا نروح الدمام نعتبر كأننا رحنا منطقة ثانية في الكون. فهذه أسئلتي يعني فهذه أسئلتي لشيوخنا. يا شيوخنا إذا كان عندكم أجوبة جاوبوني، لكن ما يجيني واحد مثل نادر يقعد يسبني سب. وأنا نادر سألني أسئلة، نادر سألني أسئلة، قال لي أنت، يعني سألني سؤال، قال أنا راح أكتشف إذا أنت شيعي أو لا. قلت له يلا اسألني. قال لي شنو زوجة الإمام السابع؟ يا الله، أنت تعرف شنو معنات شنو زوجة الإمام السابع؟ أنا أعرف الإمام السابع، لكن قلت له شنو أنا يعني أنا مستعد أضمن لك 100% إن أغلب أهل السنة مثلا ما يعرفون شنو اسم، يعني مو أغلبه، خلني أنا بتكلم، اسمحوا لي، 70% ل 80% لا يعرفون، يعني شباب أهل السنة لا يعرفون زوجة أبي بكر رغم إنه خليفة رسول الله الأول، ما يعرفون اسم زوجته. ما هو منهم، ليس تقصيرا منهم، ولكن ما أخذت الحاجة في التاريخ الإسلامي لأن يذكر اسم زوجة لأن تذكر اسم زوجة أبو بكر، ما أخذت. فيعني يصطادون في الماء العكر، يصطادون في أسئلة، وأنا مستعد أبصم 100% إن يعني أكثر من 99.99 من شباب القطيف والأحساء لو تسألهم شنو زوجة الإمام السابع والله ما يعرفون. لأن زوجة الإمام السابع يعني إحنا ما نعرف إلا يلا إحنا نعرف زوجة الإمام الحسين. يعني ليش تعطيني أسئلة من الصعب على الشاب القطيفي الشيعي العادي الذي ليس له أي علم في المذهب، بتسأله أسئلة علشان تطبع كلامه وتحطه بضوم وتقول هذا ما يعرف عن الشيعة؟ يا أخي بالله تعقلوا يا شيعتنا، يعني فضحتونا في الرومات. يعني أنا ألقى أشياء بصراحة أساليب لا ترتقي لا إلى حضارة ولا إلى أي شيء. يعني إن كنت أيها الشيعي تريد أن تبلغ أو هذا فبلغ بالتي أحسن. يعني أنا عجبني كلام من أئمة أهل السنة حينما قال أنا لا أدري هل هو الإمام أحمد بن حنبل أو ابن تيمية، طبعا رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. إذا طبقنا هذه الكلمة أو هذه يعني هذا المبدأ في جميع حواراتنا، صدقوني راح نوصل إلى خير، سواء أنا كنت سني أو شيعي. أنا بالنسبة للشيعة فأنا أقول لكم أنا كشيعي أنا أقول لكم يعني مذهبي يحتمل وفيه من التناقضات ما فيه الكثير فيه من التناقضات الكثيرة العجيبة. أرجو من شيوخنا، وأنا أقولها إلى الآن، أنا بعطي حتى قلت حسن شحاتة هذا يعني أنا كنت أسمع عنه خير، لكن أنا من بعد ما سمعت حسن شحاتة أنا من بعد ما سمعت حسن شحاتة لقيت إنه يفتقر إلى الأسلوب يعني ماكو اسلوب بصراحة، يعني اسلوب يفتقر كله سب ولعن وشتم. يعني ليش؟ يعني اذا انت تبي تقنعني تعال خذني اشفق علي واعتبرني انا شيعي مشفق، لكن الى متى؟ انا قلت لحسن شحاتة وقلت للشيوخ الشيعة، قلت لكم عندكم الى 15 واحد او الى 9 واحد، والله لا 9 واحد، اذا ما في واحد قلت لكم عندكم الى 9 واحد الى قبل يوم 10 اذا ما جاوبتنوا على هاي الاسئلة. وانا ارسلت الى ايميل الشيخ حسن الصفار، وارسلت الى ايميل الشيخ النمر، وارسلت الى الشيخ حسن النمر والى حسن الخويلدي، كلهم ارسلت لهم، قلت لهم اذا ما ارسلتوا لي اجوبة موضحة فيعني لا تلوموني ان تحولت الى مذهب اهل السنة والجماعة. قلت لهم الى الان انا مقتنع والى الان انا موالي، لكن إذا ما أعطيتوني أجوبة واضحة صريحة مقننة عن كيفية